الرغبة بين الرجل والمرأة لا تولد من فراغ ولا تشتعل بأمر مباشر. إنها لغة خفية لا تقال بالكلمات، بل تنطق بالعيون وتكتب في نبرة الصوت وتترجم في التفاصيل الصغيرة التي تمر كنسمة، لكنها تترك خلفها إعصارا من الإحساس. المرأة بطبيعتها لا تنجذب فقط إلى الجسد أو المظهر الخارجي، بل إلى ما تشعر به في وجود الرجل. إنها تنجذب إلى الطاقة، إلى الأمان، إلى النظرة التي تقول أنا أفهمك، إلى اللمسة التي تحتوي دون أن تطلب، وإلى الموقف الذي يجعلها تشعر بأنها أنثى بكامل معناها. حين يتعامل الرجل مع المرأة بعمق نفسي ويعرف كيف يقترب منها بروح راقية، يبدأ في لمس أعماقها دون أن يمد يده إليها. فالرغبة عند المرأة لا تبنى على الدافع الجسدي وحده، بل على خليط من العاطفة والاحترام والانجذاب الهادئ الذي يتصاعد ببطء حتى يتحول إلى شغف. إنها لا تحتاج إلى الكلمات الصريحة، بل إلى لحظة صمت مليئة بالنظرات، أو إلى ابتسامة تحمل في داخلها ألف رسالة، أو إلى تصرف يجعلها تشعر أن هذا الرجل يرى ما لا يراه الآخرون. حينها فقط تشتعل رغبتها نحوه دون أن تفهم السبب، لا لأنه طلب، بل لأنه أيقظ فيها أنوثتها. في هذا الموضوع سنكشف معا عن 10 تصرفات بسيطة، لكنها تمتلك سحرا خفيا تجعل المرأة تشتاق للعلاقة مع الرجل دون أن يقول كلمة، لأنها لا ترى في هذه الأفعال مجرد سلوك، بل تجسيدا لرجولة واعية تعرف كيف تلمس القلب قبل الجسد. 1. نظرات الرجل الصامتة المليئة بالاهتمام. النظرة عند الرجل ليست مجرد حركة عيون، بل وسيلة تواصل حقيقية تصل إلى المرأة بسرعة تفوق الكلمات. عندما ينظر إليها الرجل بتركيز وهدوء ويظهر في عينيه اهتماما حقيقيا بشخصها، تشعر المرأة بشيء مختلف. فالنظرة الثابتة والواثقة تنقل إليها رسائل غير منطوقة عن الإعجاب والرغبة والاحترام في الوقت نفسه. المرأة حساسة جدا لنظرات الرجل، فهي تلاحظ إن كانت نظراته عابرة أم صادقة، إن كانت تحمل تركيزا أم رغبة فقط. وعندما تشعر بأن نظراته تجمع بين التقدير والرغبة المتزنة، يبدأ جسدها في الاستجابة تلقائيا، لأن الدماغ يترجم تلك الإشارات على أنها دعوة للأمان والتقارب. لذلك لا يحتاج الرجل في هذه اللحظة إلى أي كلمة، فالنظرة الواضحة والمباشرة تخلق جاذبية فورية تدفع المرأة للشعور بالانجذاب حتى دون وعي منها. 2. اللمسة الهادئة والعفوية. لمسة اليد على كتفها أو شعرك وهو يمر بجانبها تفتح داخلها مساحة من الدفء. المرأة لا تحتاج إلى حركة جريئة، بل إلى لمسة تشعرها أكثر مما تلمسها. 3. الصوت العميق الهادئ. نبرة الصوت المنخفضة والمريحة تجعلها تنسجم معك. طريقة حديثك قد تشعل بداخلها رغبة لا تفسير لها، خاصة لو كانت مصحوبة بكلمات فيها تقدير أو اهتمام حقيقي. 4. الاهتمام الصادق بتفاصيلها. المرأة لا تنجذب إلى الكلمات الجميلة بقدر ما تنجذب إلى الإحساس بالاهتمام الحقيقي. حين يسألها الرجل عن يومها، عن شيء كانت قلقة منه، أو يتذكر موقفا تحدثت عنه منذ أيام، فهي لا ترى في ذلك مجرد مجاملة، بل دليلا على أن الرجل كان منتبها لها فعلا. الاهتمام بالنسبة للمرأة هو مقياس لقيمتها عند الرجل. عندما تدرك أنه يلاحظ التفاصيل الصغيرة، مثل تغير نبرة صوتها أو تعب وجهها أو حتى الأشياء التي تحبها في طعامها أو ملابسها، يبدأ عقلها في ربط هذا الاهتمام بمشاعر عاطفية عميقة. في هذه المرحلة يبدأ جسمها أيضا في التفاعل، لأن الشعور بالاحتواء يطلق هرمونات الراحة والثقة، مثل السيروتونين والأكسيتوسين، وهما المسؤولان عن الاسترخاء والرغبة في التقارب الجسدي.
المرأة لا تشتاق للعلاقة مع الرجل الذي يثيرها جسديا فقط، بل مع من يجعلها تشعر بأنها مفهومة ومحترمة ومأخوذة بعين الاعتبار. وهذا النوع من الاهتمام يفتح عندها بابا للرغبة العاطفية التي تتحول مع الوقت إلى رغبة جسدية طبيعية دون أي ضغط أو طلب مباشر. 5. الاقتراب دون استعجال. المرأة تحتاج إلى وقت لتشعر بالراحة قبل أن تنجذب جسدياً. الرجل الذي يفهم ذلك يملك مفتاح التوازن بين القرب والرغبة. الاقتراب البطيء لا يعني التردد، بل يعني أن الرجل يترك مساحة للمرأة كي تتأقلم مع وجوده وتشعر بالأمان معه. عندما يقترب منها بشكل تدريجي، سواء في طريقة الجلوس أو في نبرة الصوت أو في مستوى الحديث، فإنها تبدأ في الانفتاح تلقائياً. هذا الإيقاع الهادئ يسمح لها بأن تشعر بالتحكم في الموقف، وهو أمر أساسي عند النساء لولادة الرغبة. أما الرجل الذي يتسرع في اللمس أو الإيحاء، فإنه يجعل عقلها الدفاعي يعمل فوراً، فتغلق مشاعرها حتى لو كانت منجذبة في البداية. الاقتراب الهادئ يعطي إحساساً بالثقة والسيطرة الناضجة من الرجل، ويجعل المرأة تشعر بأن الانجذاب يحدث بطريقة مريحة لا تثير القلق أو الضغط. ومع الوقت يتحول هذا الإحساس بالأمان إلى رغبة قوية في أن تقترب هي منه، لأن جسدها وعقلها وصوتها الداخلي يصبحون في انسجام كامل. 6. الرائحة الذكورية الجذابة. حاسة الشم عند المرأة أقوى من الرجل بمراحل، وهي مرتبطة ارتباطا مباشرا بمنطقة المشاعر والرغبة في الدماغ. الرائحة ليست مجرد جانب من النظافة، بل عامل نفسي وجسدي قوي في تكوين الانجذاب. فعندما تكون رائحة الرجل طيبة ومتناسقة مع شخصيته، ليست قوية لدرجة الإزعاج ولا باهتة لدرجة الإهمال، يبدأ جسم المرأة في التقاط إشارات الراحة والقبول. العطر الجيد يخلق حول الرجل توقيعا حسيا يترك أثرا في ذاكرتها، فتبدأ بربط وجوده بالراحة والدفء. هذا الارتباط لا يكون واعيا دائما، بل يحدث تلقائيا. كما أن الدراسات النفسية تشير إلى أن رائحة الجسم النظيفة والطبيعية الممزوجة بعطر متزن تفعل مراكز في الدماغ مسؤولة عن الثقة والانجذاب، لأن المرأة تشعر أن هذا الرجل يهتم بنفسه ويعرف كيف يقدم حضوره بطريقة ناضجة. وفي المقابل، الروائح غير النظيفة أو المبالغ فيها تحدث نفورا فوريا حتى لو كان الرجل جذابا شكليا. بكلمات بسيطة، العطر والنظافة الشخصية ليستا فقط مظهرا من الاهتمام، بل جزء من التواصل الجسدي غير المباشر الذي يثير المرأة ويجعلها تشتاق لوجود الرجل قربها. 7. الثقة الهادئة. الثقة ليست في رفع الصوت أو المبالغة في الحديث عن النفس، بل في الطريقة التي يتصرف بها الرجل دون حاجة لإثبات شيء. المرأة تلاحظ لغة الجسد أكثر من الكلام، طريقة الوقوف، الحركة، نبرة الصوت، ترتيب الكلام، كلها مؤشرات تجعلها تقيم مدى ثقة الرجل بنفسه. الرجل الواثق يتحدث بهدوء، ينظر مباشرة دون توتر، لا يتسرع في الرد ولا يخاف من الصمت أثناء الحوار. هذه التصرفات تجعل المرأة تشعر بأنه متوازن نفسيا وأنه يملك السيطرة على نفسه، وهي سمة ترتبط في عقلها بالرجولة الناضجة. الثقة الهادئة أيضا تمنحها إحساسا بالأمان، لأنها ترى أن هذا الرجل قادر على القيادة في المواقف، ولا يعتمد على الانفعال أو الاستعراض لجذب الانتباه. حين تلتقط المرأة هذه الطاقة، يتكون بداخلها شعور بالراحة والانجذاب، فهي لا تنجذب إلى الرجل المتوتر أو المتردد، بل إلى من يتحدث ويتحرك وكأنه يعرف تماما ما يريد دون أن يضغط عليها.
هذه الثقة تولد بداخلها نوعا من الفضول والرغبة في الاقتراب، لأن وجوده يجعلها تشعر بأنها في مساحة مستقرة وآمنة، وهو ما يفتح الطريق إلى تفاعل جسدي وعاطفي أعمق لاحقا. 8. المداعبة بالكلام الخفيف. ليس الكلام الصريح، بل التلميحات الذكية، الدعابة التي فيها رومانسية خفية. هذا النوع من الحوار يخلق طاقة من الترقب تشعل الخيال الأنثوي أكثر من أي حركة. 9. التقدير لجمالها دون المبالغة. المرأة تسمع المديح كثيرا، لكنها لا تتأثر بكل كلمة. الذي يترك أثرا حقيقيا بداخلها هو المديح الصادق والهادئ، الذي يخرج في وقته المناسب وبطريقة راقية. حين يعبر الرجل عن إعجابه بها بأسلوب طبيعي وغير مبالغ فيه، تشعر بأنه يراها بصدق وليس لمجرد المجاملة. فأن يقول لها مثلا: "أنت شكلك مختلف النهاردة"، أو "فيك حاجة مريحة جدا النهاردة"، يحمل طاقة من الصدق تختلف تماما عن المديح السطحي من نوع "أنت أجمل امرأة في العالم". المرأة تدرك بسهولة الفرق بين الرجل الذي يغازل ليكسب شيئا، والرجل الذي يعبر عن إعجابه كامتداد لشعوره الحقيقي بها. هذا النوع من التقدير يجعلها تشعر بأنها مرغوبة ومميزة، لا كجسد فقط، بل ككيان كامل. والأهم أن التقدير الواقعي يعيد تأكيد أنوثتها ويجعلها أكثر انفتاحا في التواصل. فعندما تشعر بأنها تقدر دون استغلال، يتكون داخلها نوع من الانجذاب الطبيعي نحو الرجل، لأنها تربط بين إحساسها بالقيمة والرغبة في التقرب منه. التقدير الحقيقي لا يحتاج إلى مبالغة أو كثرة كلمات، بل إلى نظرة صادقة وكلمة موزونة تشعرها بأن هذا الرجل يلاحظ ما لا يلاحظه الآخرون. وهذه هي اللحظة التي يبدأ فيها عقلها العاطفي بالارتباط به بعمق. 10. الحضور الجسدي القوي. الحضور الجسدي ليس في حجم العضلات أو شكل الجسد، بل في طريقة الوجود. المرأة تلتقط لغة الجسد أسرع من أي شيء آخر، وتكون انطباعا فوريا عن الرجل من خلال طريقة وقوفه، مشيته، إيماءاته، وحتى المسافة التي يتركها أثناء التفاعل معها. الرجل الذي يمتلك حضورا قويا عادة ما يتحرك بثبات، يستخدم صوته بوضوح دون رفعه، ويتحدث وهو يحافظ على تواصله البصري، مما يجعلها تشعر بأنه موجود تماما في اللحظة، لا مشتت ولا متردد. هذه التفاصيل الصغيرة تبعث إشارات نفسية إلى عقل المرأة بأنه شخص متزن ومتحكم في نفسه، وهي صفات ترتبط مباشرة بالإحساس بالأمان والرجولة. وعندما يترافق هذا الحضور مع هدوء داخلي وعدم تكلف، يبدأ تأثيره في الظهور على مستوى الانجذاب الجسدي. فالمخ الأنثوي يربط بين القوة المتزنة والقدرة على الاحتواء، وهي من أكثر العوامل التي تثير رغبتها العاطفية والجسدية في آن واحد. في المقابل، غياب الحضور كالتوتر أو كثرة الحركة أو ضعف التواصل البصري يجعلها تشعر بأن الرجل غير مستقر، فتفقد الانجذاب نحوه حتى لو كان جميل المظهر. الحضور الجسدي إذن هو لغة صامتة تثبت للمرأة أن هذا الرجل يعرف نفسه جيدا، ويعرف كيف يشعرها بالثقة دون أن يقول أي شيء. وأخيرا، الرغبة بين الرجل والمرأة لا تبنى على الشكل أو الجاذبية الجسدية فقط، بل على طريقة التفاعل الإنساني والعاطفي بينهما. المرأة لا تستجيب بدافع جسدي مباشر كما يفعل الرجل، بل تمر مشاعرها بعدة مراحل، تبدأ بالإعجاب، ثم بالاطمئنان، ثم بالثقة، وبعدها فقط تظهر الرغبة.
لذلك الرجل الذي يريد علاقة حقيقية مع المرأة يجب أن يفهم أن الطريق إليها لا يمر عبر الجسد أولاً، بل عبر الإحساس والأمان والتواصل الهادئ. حين يشعر عقلها بأنها مأمونة ومقدرة ومفهومة، يخف نشاط مراكز الخوف في دماغها، ويبدأ الجسم تلقائياً في إنتاج هرمونات الراحة والرغبة. في تلك اللحظة تتحول العلاقة من مجرد انجذاب إلى رغبة متبادلة، نابعة من الداخل، لا تحتاج إلى طلب أو ضغط. الرجل الذكي هو من يعرف أن العلاقة لا تفرض، بل تبنى خطوة بخطوة، من نظرة صادقة إلى اهتمام حقيقي، إلى اقتراب محسوب، إلى طاقة مشتركة تنمو بشكل طبيعي. كلما تعامل معها بتوازن واحترام، زادت رغبتها فيه، ليس لأنه أثارها، بل لأنه جعلها ترغب أن تقترب هي بنفسها. في النهاية، المرأة لا تشتاق إلى العلاقة الجسدية بقدر ما تشتاق إلى الرجل الذي يجعلها تشعر بأنها مرغوبة بصدق وآمنة في رغبتها. وحين يجتمع هذان الشعوران، الأمان والرغبة، لا تبقى هناك حاجة لأي كلمات، لأن كل شيء سيحدث بانسجام طبيعي بين القلب والجسد والعقل.